السلام عليكم فنانين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد موسى في الدرس الثالث من تعلم رسم البورتريه. النهارده هنتعلم ازاي نرسم العيون. طبعا اي حد ما اتفرجش على الدرس الاول والتاني لازم يتفرج عليهم ويتدرب على التظليل والطبيعه الصامته الاول قبل ما يبدا معانا الدرس ده. النهارده هنبدا نتعلم ازاي نرسم العيون. تمام، هنقول الدرجات اللي احنا هنستخدمها. هنستخدم اقلام رصاص HB و2B و4B، دي الدرجات اللي هنستعملها النهارده. وهنستعمل معانا درجة غامقة 6 أو 8 للرموش فقط. تمام، نبدأ أول حاجة بأصغر تكوين في البورتريه أو أصغر جزء في البورتريه أو في العين، هو البؤبؤة بتاعت العين. الدايرة اللي في نص العين دي اسمها بؤبؤة. تمام، النن الصغير خالص اللي جوه البؤبؤة دي اللي في النص ده اسمه نن العين. يبقى دي بؤبؤة العين، واللي جوه خالص اسمها نن العين. تمام، ده نن العين. أول حاجة البؤبؤة دي لازم دايما تكون على شكل دائري، ما ينفعش تبقى على اي شكل تاني او واخده كيرفات معينه، لازم الشكل يبقى دائري. فاحنا بنعمل اوتلاين خفيف ونحاول على قد ما نقدر نخلي الشكل ده دائري. تمام، يبقى ده ابسط جزء في العيون، البؤبؤه، ولازم تبقى على شكل دائري. بنفضل نعدل فيها بال HB. تمام، وبعدين نجيب 2B ونبدا نغمق شويه ونرسم التفاصيل. في جزء صغير دايما بيكون في اضاءة في العين. لو جبت اي عين في الدنيا وعملت زوم هتلاقي فيه دايما نقطة بيضاء او شكل ابيض. ده بيكون على حسب شكل الاضاءة اللي قدامك، بس دايما بيكون فيه اضاءة في العين، ودي حاجة اساسية جدا لازم ناخد بالنا منها. تمام، واحنا بنظلل العين ما نمشيش ايدنا في مساحات كبيرة، لا العين صغيرة، فما بمشي ايدي في مساحات صغيرة جدا، واستعمل الطريقة اللي احنا قلنا عليها، طريقة الدوائر في رسم التفاصيل الصغيرة. بحرك سن القلم في مكانه بالظبط، مش لازم ان انا اطلع بره الدايرة واخلي التظليل بتاعي ما يبقاش دقيق، لا احاول استعمل الطريقة دي في رسم التفاصيل. تمام، وده بيكون شكل تظليلها. لو بصينا للدرجات اللي موجودة هنا هنلاقي فيه اكتر من درجة. هتلاقي ان العين اغمق جزء، وفي البؤبؤة كلها هتلاقي فيه جزء ابيض وفيه درجات تانية مختلفة. فده بيوضح لنا فايدة التظليل اللي احنا اتعلمناه في الدرس الاول والتاني. تمام، نبدأ دلوقتي بقى نرسم عين كاملة. هعمل مستطيل بحيث ان العين بتاعتي تكون منحصرة جوه المستطيل ده. فانت قبل ما ترسم اي عين لازم تبقى عارف حجم العين اللي انت هترسمها ايه. ما ينفعش تبدأ ترسم عشوائي فترسم مثلا بؤبؤة كبيرة مع باقي العين صغير، لا لازم حجم العين كله يبقى متناسق مع بعضه. فاحنا هنعمل مستطيل بالشكل ده، وده هيكون حجم العين بتاعتنا. تمام، فبالتالي ابدا اوزع اجزاء العين في الحجم اللي انا محدده قبل كده، ما سيبش الموضوع عشوائي. دي نقطه. تاني نقطه، بؤبؤه العين اللي احنا قلنا عليها ما بتكونش ظاهره كلها في نص العين، بيكون فيها جزء مخفي تحت الجفن، عشان دي نقطه مهمه جدا. البؤبؤه دي ما بتظهرش كلها الا لو حد مبرق عينه قوي او فاتح عينه. في الشكل الطبيعي البؤبؤة بيكون فيها جزء مخفي فوق العين او تحت الجفن. تمام، رسمنا البؤبؤة وبعدين رسمنا المدمع بالشكل ده. خلي بالكم من الكيرفات الدقيقة جدا في المدمع، دي بتفرق في الشكل وفي الفينش النهائي للرسمة جدا. فالكيرفات مهمة جدا، ما بنقفلش العين كأنها نص قوس، لا في كيرفات دقيقة عند المدمع لازم تتعمل. طيب تاني حاجة نبدأ نقفل العين من تحت. طيب ايه الجزء الابيض اللي انا سايبه تحت العين ده ما بين الخطين؟ هتلاقينا عامل خطين، خط فوق وخط تحت اللي انا بحدده دلوقتي. ايه الجزء الابيض اللي في النص ده؟ ده الجزء اللي احنا بنطلع منه الرموش اللي تحت، ده اسمه منبت الرموش. يبقى الجزء ده ايه؟ ده منبت الرموش، وهنشوف هنطلع منه الرموش ازاي لما نيجي نبدأ نرسم الرموش في اخر الفيديو. تمام، نبدأ نرسم الجفن اللي فوق. أي عين في الدنيا لازم فيها جفن علوي وجفن سفلي، فاحنا نبدأ نحدد الجفن العلوي أو الجفن اللي فوق، برضو ما بيكونش نص قوس، بيكون واخد شكل الكيرفات بتاعة العين. تمام، هبدأ أحدد كمان الجفن السفلي، وبعدها أبدأ أحدد مكان الحاجب. طب الحاجب بيبدأ منين؟ الحاجب بيبدأ من قصاد العين وبينتهي بعد العين بشوية. يبقى بيبدأ من قصاد العين وبينتهي بعد العين بشوية. تمام،
يبقى قصاد المدمع بالظبط بنبدأ الحاجب، وبننهي الحاجب بعد العين بشوية. طيب الكيرف اللي بيكون في اخر الحاجب ده بيبقى في اخر العين، يعني بقى اجي في اخر العين وانزل الحاجب بكيرف. الحاجب دايما بيكون فيه كيرف في الاخر عشان الشكل يبقى واقعي. تمام كده احنا خلصنا الاوتلاين. هبدأ اظلل. طيب احنا اتفقنا ان نن العين ده اغمق جزء، يبقى هجيب الفور بي اللي معايا النهارده وابدا اغمق بيه نن العين، لان ده اغمق جزء في العين. تمام. هبدا اظلل باقي العين بالشكل ده. انا بحاول اخلي الشكل دائري على قد ما اقدر زي ما قلت لكم، فلازم الشكل يبقى دائري. هبدا اظلل بالشكل ده. هسيب الجزء اللي في النص يبقى فاتح شويه، يبقى هسيب الجزء اللي في نص العين يبقى فاتح شويه، واظلل بالشكل او بالطريقه او بالتكنيك اللي انا بشتغل بيه دلوقتي. هاخد جزء جنب جزء جنب جزء، ما اظللش العين عشوائي كلها درجه واحده، لا، هظلل بنفس الطريقه اللي انا شغال بيها معاكم دلوقتي. تمام كده خلصنا تظليل البؤبؤه. ابدا بقى اظلل باقي الشكل. طيب ايه الجزء الابيض اللي انا سايبه ده؟ الاضاءه اللي احنا اتفقنا عليها في اول الفيديو. الجزء الابيض اللي في بؤبؤه العين دي اسمها الاضاءه. طيب حد هيجي يقول لي انت بتظلل جوه العين ليه؟ لان العين ما بتكونش ابيض، لونها ما بيكونش ابيض صريح، تمام، بيكون فيها ظل، فبنظلل جوه العين طبقه خفيفه جدا زي ما انا شغال دلوقتي كده عشان يبقى الشكل واقعي شويه. والمدمع بسيب فيه اضاءه زي ما انا عامل دلوقتي كده. لو عندكم اي استفسارات ما تنسوش تسالوا في الكومنتس او في الجروب. تمام. فبنسيب اضاءه في المدمع وبنسيب اضاءة في نن العين، لان الاضاءات دي مهمة جدا عشان الشكل يبدأ يظهر معايا. اوكي، نبدأ نكمل تظليل. هبدأ زي ما قلت لكم هضيف طبقة خفيفة في جوه العين او في السطح بتاع العين من الداخل. هبدأ اكمل، هخلص باقي العين بنفس الدرجة. طيب دلوقتي هنبدأ زي ما قلنا نضيف درجة خفيفة جوه العين. هبدأ اظلل بالتدريج، احاول اخلي الخطوط بتاعتي ما تبقاش حادة قوي، خلي الخطوط مندمجة مع الورقة. حاولوا تستخدموا القلم يبقى سنه مش حاد قوي عشان ما يحفرش في الورقة. تمام كده ضفنا الطبقة الخفيفة اللي احنا بنقول عليها جوه العين. بعدها هنبدأ نظلل البشرة، وبعدها هنبدأ نرسم الرموش والحواجب. تمام. زي ما قلنا التظليل جوه العين لازم يكون ناعم ومندمج مع بعض، وده اللي اتعلمناه في الدروس اللي فاتت. تمام. هنبدأ نظلل البشرة. طيب هنستخدم درجات ايه في البشرة؟ هنستخدم 2B و HB. هنستخدم 2B في البشرة و HB. تمام. هنبدأ بال 2B نحدد بيه الجفن اللي فوق. نحدد الجفن العلوي او الجفن اللي فوق العين بدرجة تقيلة شوية زي ال 2B او ال 4B، فانا هنا بستخدم ال 2B. تمام. حددنا الجفن، هنبدأ نظلل البشرة. الخط بتاع الجفن ما ينفعش اسيب الخط حاد قوي او صريح، لازم ادرجه على البشرة. فاهمين انا بقول ايه؟ يعني هجيب الخط اللي انا رسمته هبدأ ادرجه على البشرة، ويعني ولو انتوا فهمتوا الدرسين اللي فاتوا كويس هتفهموا يعني ايه تدريج. تمام. فهنبدأ ندرج الخط عشان ما يكونش صريح برضو بال2B. وابدأ اضيف طبقات خفيفة في البشرة، وزي ما اتفقنا هتستعمل انك في اماكن بتضغط على القلم قوي وفي اماكن بتخف ايدك عشان تطلع درجات مختلفة. نبدأ نظلل البشرة بخطوط متلاصقة جنب بعض، ما نسيبش فراغات بيضة ما بين الخطوط. تمام. ودي بتكون طريقة تظليل البشرة. تمام. هنمشي بنفس التكنيك ده في كل اجزاء البشرة، وبعد ما نخلص البشرة هنبقى قادرين ان احنا نرسم الرموش.
طيب في جزء فاتح بيكون في العين زي الطبيعة الصامتة، اللي هو جزء الإضاءة اللي أنا حددت عليه دايرة أو شكل دائري. ده بيكون أكتر جزء خفيف في التظليل البشرة فوق العين. والجزء الغامق اللي أنا كاتب عليه دارك ده بيكون أغمق جزء، بيكون في الجزء اللي حوالين العين. تمام. هبدأ بقى أظلل، اخد بالي طبعا كل ما اقرب على جزء الاضاءة اللي انا محدده اخد بالي ان انا اخلي تظليلي خفيف جدا. تمام. طيب احنا ظللنا دلوقتي البشرة فوق العين، ابدأ اظلل كمان الجفن اللي تحت. الجفن اللي تحت ما بيكونش غامق، ما بيكونش حد زي الجفن اللي فوق، فما تستعجلوش واستنوا هنشوف هنرسمه ازاي. هنرسمه عبارة عن تظليل بسيط، مش هيبقى خط حد زي الجفن اللي فوق. هنبدأ نظلل الجفن اللي تحت زي اللي فوق، زي البشرة. شفتوا ازاي؟ يعني الجفن اللي تحت بيكون تظليل خفيف، ما بيكونش خط حد قوي زي الجفن اللي فوق. تمام كده نقدر نرسم الرموش. ما ينفعش نرسم الرموش قبل البشرة، احنا بنظلل الاول طبقة البشرة وبعدين نرسم الرموش في الفينش النهائي، وبعدها نتعلم ازاي نرسم الحواجب. طيب هنرسم الرموش بكام؟ هنرسم الرموش بدرجة كام؟ يعني لو جبت صورة كده وعملت زوم، بما انكم اتعلمتوا التدريج، الرموش دايما بتكون غامقة شوية عشان يبقى في فرق ما بينها وما بين البشرة. فالرموش هنجيب لها زي ما قلنا في اول الفيديو درجة غامقة. درجة غامقة كام؟ يعني 6 ينفع، 8 ينفع، 10 بي ينفع، لازم تكون درجة غامقة شوية. فانا عندي هنا درجة 10 بي هنجيبها نرسم بيها الرموش. ما ننساش طبعا لازم القلم يكون فيه سن رفيع عشان اعرف ارسم الرموش. نبدأ نرسم الرموش بنفس الطريقة دي كده. لازم الشعر في الرموش يكون فيه طرف في اخر الرموش، وخلي بالكم كمان من اتجاهات الرموش. تمام. هنحدد دلوقتي الاتجاهات عشان تركزوا عليها. تمام. نبدأ نسحب الرموش بنفس الطريقة دي. ناس كتير مش هتعرف ترسمها من اول مرة، فحاولوا تضربوا مرة واثنين وثلاثة عشان تتعلموا ترسموها ازاي بشكل كويس. مجرد ما اوصل لنص العين ابدأ اغير اتجاه الرموش. تمام. وهنشوف دلوقتي هنغير اتجاه الرموش ازاي. احنا وصلنا نص العين، هبدأ اعكس اتجاه الرموش الناحية التانية بنفس الشكل ده كده، بشكل بسيط وبشكل سهل جدا. ان شاء الله تستفادوا وتتعلموا بسهولة، بس اهم حاجة تتدربوا كتير وتطبقوا الدروس اول باول. نبدأ نرسم الرموش اللي تحت. حدد لكم برضو الاتجاهات، بيكون فيه 3 اتجاهات في الرموش. تمام. دي اتجاهات الرموش اللي فوق او الجزء اللي فوق، ودي اتجاهات الرموش الجزء اللي تحت، عشان تبقوا مركزين معايا قوي. نبدأ نسحب الرموش اللي تحت في العين بتكون خفيفة شوية، مش تقيلة قوي زي اللي فوق. تمام. هبدأ اسحب الرموش بنفس الشكل ده. الرموش من الحاجات المهمة جدا في العين، وعرفنا دلوقتي يعني ايه منبت الرموش اللي احنا طلعنا منه الرموش. لو بصيت للعين من بعيد هتلاقي ان الجزء الابيض اللي بيتساب ما بين الرموش والعين ده بيديها شكل واقعي قوي. نبدأ بقى نرسم الحواجب. طيب هنرسم الحواجب بايه؟ هنرسم الحواجب ب 4B. هتمشي على نفس الاتجاهات اللي انت محددها في الاول. تبدأ تغمق شوية شوية بنفس الشكل ده. تمام. محدش يظلل الحواجب كأنه بيظلل البشرة او يدمجها مع بعض، لا، احنا هنبدأ نرسم شعر جنب شعر لحد ما يدينا الشكل النهائي بنفس الطريقة كده.
طيب لو جربت مرة ومش طالع شكل كويس معاك، جرب مرة واتنين وتلاتة. ركز في الاتجاهات، ركز في شكل الشعر، عيد الفيديو اكتر من مرة، هتلاقي نفسك ان شاء الله بتتحسن. تمام. دايما نحاول نخلي الشعر اللي في اخر الحاجب من فوق ومن تحت خفيف. ليه؟ عشان يكون مندمج مع البشرة، لان الشعر طالع من جوه البشرة مش فوق البشرة. جذر الشعرة جوه البشرة نفسها، فلازم يبقى في اندماج ما بين الرموش، ما بين قصدي الشعر بتاع الحواجب وما بين البشرة. وبكده نبقى خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا. الفيديو فيه كمية معلومات كبيرة، فلو حد مش مستوعب بيقدر يعيد الفيديو اكتر من مرة، يقدر يطبق مرة واتنين وتلاتة، عشان الفيديو فيه كمية معلومات كتير. العين اهم جزء في اجزاء البورتريه، فركزوا عليها كويس. وان شاء الله المرة اللي جاية نبدأ نشرح الانف واجزاء اكتر من رسم البورتريه. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.